بعدين روب يفتح الفراغ ورا جامبل بنية ان هو يزقه جوه الفراغ، يزق جامبل على حافة الفراغ، لكن ما يعرفش يزقه جوه الفراغ عشان تكون بطارية الريموت خلصت، فيضطر انه يرمي الريموت جوه البوابة عشان جامبل ينط وراه عشان ينقذ كل اللي بيحبهم. وبعدها جامبل فعلا ينط جوه، وبعدها روب يقفل البوابة ويدوس على زر الإعادة ونرجع لأحداث بداية الحلقة. حلقة ذا ريران، الموسم الخامس، الحلقة الأولى وال157 إجمالي الحلقات. لكن خلي بالك لما جامبل رجع لبداية الحلقة الريموت الكوني ما بقاش معاه، الريموت الكوني بقى مع روب. وبعدين يجي المشهد على جامبل وهو بيفتكر اللي حصل في حلقة ذا ديزاستر، ونكتشف ان الشخصية اللي تدوس على زر الإعادة تكون هي بس اللي فاكرة اللي حصل في الماضي. يعني دلوقتي جامبل فاكر أحداث حلقة ذا ديزاستر، لكن يكون روب مش فاكر أحداث الحلقة، ويكون جامبل بيحاول يمنع روب من إيذاء أهله وأصحابه. وإن المرة دي عنده ميزة إنه عارف روب هيعمل إيه، ففعلا يقدر يحذر داروين من روب، ويبدأ جامبل وداروين قتال روب على أخذ الريموت. لكن جامبل يدوس زر الإعادة من غير قصده على نيكول وريتشارد، فيبدأوا إنهم يصغروا لحد ما يوصلوا لسن الطفولة، فيعني إن أهلهم صغروا، إذن هيبدأ أولادهم الاختفاء. وده بيحصل مع أنايس أول واحدة عشان هي أصغر واحدة. وبعدها داروين يبدأ يصغر لحد ما يوصل لشكله المبدئي كسمكة. وتسألني ليه ما اختفاش زي أنايس؟ هقولك عشان هو في حالة ذا أوريجينز نعرف إن داروين كان متبنى ومش ابن حقيقي من ريتشارد ونيكول، وكان سمكة عادية مش سحرية، لكن بسبب قوة الحب بينه وبين جامبل فبطريقة ما طلعت له رجل وإيد، والشكل اللي احنا متعودين عليه دلوقتي. وبتحكي حلقتين ذا اوريجينز تفاصيل اكتر بكتير عن طفولة داروين. ماشي، ونرجع تاني. وبعدها جامبل يحاول يجري يمسك روب، لكن روب يخلي جامبل سريع ويوقع بيني من الدور اللي فوق زي الحلقة اللي فاتت. وبعدها روب يوقف الوقت، وبعدين يبدو ان جامبل كان بيحاول يمنع اللي حصل في الحلقة اللي فاتت، لكن يبدو ان ده حصل فعلا واسوأ كمان. وبعدها يبدأ قتال بين جامبل وروب على الريموت الكوني، وبما ان جامبل عنده الافضلية يكسب القتال المرة دي ويرمي روب في الفراغ، لكن جامبل يحس احساس مش كويس ما ان هو دلوقتي معاه الريموت الكوني ويقدر يرجع كل اللي بوظه روب، لكن يفكر ان هو رمى حد معندوش اهل ولا اصحاب في الفراغ، فيحس جامبل ان هو بقى شرير ويقرر ان هو ينقذه. بعدها ديل جامبل يبدأ يختفي ويخش جامبل الفراغ عشان ينقذ روب، لكن روب يرفض ويقول ان هو منتمي للفراغ هو والغلطات الكون شبه الحاجات الغريبة دي. ويبدأ جامبل مطاردة روب عشان ينقذه، لكن يفضل يهرب منه لحد يكون أطراف جامبل تختفي ورا بعض، لحد ما يبقى معندوش حل غير استخدام الريموت الكوني، لكن يختفي إبهامه ما يعرفش يستخدم الريموت، فميبقاش عنده أي حل غير إن هو يرمي الريموت على روب، وبعدها يمسك روب الريموت الكوني، وكان هيدوس على زر الإيقاف عشان ينفي جامبل للأبد، لكن يحس بالذنب. وبعدها قبل ما يختفي جامبل يرجع بالزمن للمول، وكل الناس واقف عندها زمن ما عدا جامبل وروب، ويقول روب ان هو كان صعب عليه ان هو يكرهه وهو كان بيحاول ينقذه، فكل واحد منهم يعرف ان هو كان واخد فكرة غلط عن التاني، ويقرروا انهم يبقوا صحاب. لكن عشان روب يصلح اللي هو بوظه مفيش حل غير ان هو لازم يرجع للزمن، فده بمعنى ان هما مش هيبقوا صحاب تاني، ويرجع روب بالزمن وكل حاجة ترجع زي ما كانت وتخلص حلقة. لكن زي ما قلنا ان اللي يدوس على زر الإعادة هو اللي بيفضل فاكر، فده بمعناه ان روب هيفضل فاكر لكن جامبل هينسى. وده هنلاحظه في حلقة ذا اكس الموسم الخامس الحلقة 25 وال181 إجمالي الحلقات. يكون جامبل وبيني في المول، بعدها يشوف جامبل روب فيستخبى ويبدأ يكلم بيني عن روب، ويطلع ان هو كلمها عنه قبل كده مرتين او 3، وبعدين يفضل يحكي لها شوية قصص عن روب، واخر حاجة حكاها تكون احداث حلقة ذا باص، وكده يبان ان هو مش فاكر احداث حلقة ذا ديزاستر وحلقة ذا ريران.
وبعدها يجي جامبل رسالة من روب تقول بالنص: أنا أكرهك أكتر من أي شيء في العالم، سأسحقك من جلدك الأصفر، أنا أكره أمعائك اللزجة، أنت عدوي بنانا جو. لكن يكون جامبل فاكر إن روب مجرد غير بعض العبارات اللي بيستخدمها على جامبل، فبيروح لروب وروب يقول له ان هو ما بقاش عدو لجامبل وبقى عدو البنان جو. فجامبل يزعل ان روب ما بقاش عدو ليه، وبقية الحلقة تبقى عبارة عن روب بيحاول يعمل خطط عشان يأذي بنانا جو، لكن يكون جامبل كل مرة يبوظها لحد ما روب يتخنق ويكرهه تاني وتخلص حلقة. Really? Really? Say it. Hate you! الموسم السادس وتكون آخر موسم في عالم جامبل موديش. نخش حلقة ذا سبين اوفس الموسم السادس الحلقة 21 وال217 إجمالي الحلقات. تبدأ الحلقة باضطراب صارت بداية الحلقة، ويظهر روب وهو خاطف شخصية الإنترنت، وروب يحذف برنامج عالم جامبل موديش، وبعدها يخلي الإنترنت يبدأ يصنع بعض البرامج الأخرى عن شخصيات مختلفة وتخلص حلقة. ونخش على الموسم السادس الحلقة 34 وال230 إجمالي الحلقات ذا فيوتشر. وتبدأ الحلقة أم بنات جو تكون واقفة في الجراج بتاع بيتها، نبص بص على رسوماتها، تكون أحداث حصلت قبل كده لكن تكون رسمت رسمة مشوفناش قبل كده، تكون رسمة نفسها فيها وبتعلقها، ونلاحظ إن زي في ظل وراها في الرسمة، وروب يظهر وراها مرة واحدة ويخطفها ويتقطع المشهد. لكن قبل ما نكمل لازم نعرف حلقة ذا اوراكل ظهرت في الموسم الثالث الحلقة 31 وال107 إجمالي الحلقات. تكون الحلقة كلها بتتكلم على إن بنانا باربرا تكون عندها قدرة على إنها تقدر تتوقع المستقبل وتقدر ترسمه. يظهر في آخر الحلقة مشهد لبنانا باربرا تكون رسمة يكون فيها عائلة واترسون وهم في الفراغ. ونرجع تاني لحلقتنا. بعدين يظهر بنانا جو بيدور على بنانا باربرا، فيقرر جامبل وداروين مساعدة بنانا جو، فيبدأ جامبل وداروين يسألوه شوية أسئلة عن أمه، فكان بيرد بإجابات تبين إن بنانا باربرا غريبة الأطوار. فداروين يسأل بنانا جو لو أمه عندها مشكلة في دماغها، فبنانا جو يقول إن بنانا باربرا كانت عادية زمان، لكن بسبب الضغط الكبير في الشغل حصلها مشكلة في دماغها وبقت بترسم. I feel like painting. وبعدها يقرروا ان هما عشان يلاقوا موزة لازم يفكروا زي موزة، فيبدأوا يفكروا بطريقة. ويجي المشهد على بنانا باربرا في أوضة في ساحة الخردة، وتكون بترسم أشكال مختلفة من الفراغ، ويكون روب عمال يقول لها إن هو عايزها ترسم المستقبل. فتلاحظ إنها عندها قدرة في تغيير في الحاضر كمان، إنها تكون بتحاول تساعد جامبل وداروين وبنانا جو إنهم يوصلوا لها، لكن بسبب إنهم بيفكروا زي موزة فما يفهموش، فما يكونش عند بنانا باربرا حل غير إنها ترسم بوابة عشان تجيب جامبل وداروين وبنانا جو عندها، وفعلا ييجوا. وبعدها بنانا جو يجري على روب عشان ينتقم من روب على اختطاف أمه، لكن روب يضربه ضربة قوية على وشه بحديدة فيقع على الأرض. وبعدها يبقى جامبل وداروين بيجروا على روب، فيستغل رسومات بنانا باربرا ويبدأ يرسم رسومات تحاول توقف جامبل وداروين، لكن تفشل محاولات روب. وبعدها جامبل ينط على روب وروب يقوله بالنص: امشي انت، اللي انا بحاول اعمله اهم منك. بعدين داروين يضرب روب ببنانا جو، وبعدها روب يقول انا بحذركم، لكن كلهم يبدأوا يستخدموا الفرشة انهم يمسحوا روب من الرسمة، لكن بنانا جو يكون اخر واحد ماسك الفرشة ويكون مسح روب بالكامل ويختفي من الواقع. فيحس جامبل بالذنب، فيطلب من بنانا باربرا انها ترسمه، فترسم روب وهو بيقع في الفراغ. فجامبل يطلب منها انها تزود حاجة فترسم له ديل. وبعدها جامبل يقول لروب وهو بيضحك اشوفك في المستقبل، وتلف بنانا باربرا وتقول لكن مفيش مستقبل. ويتقفل المشهد ويظهر صورة مشوشة زي الفراغ،
وتظهر في الخلفية زي شخص غامض وعجوز وأصلع، وتخلص حلقة وتخش على الحلقة اللي بعدها ذا ريفولت، الموسم السادس الحلقة 41 وال237 إجمالي الحلقات. يظهر روب كشخصية ثانوية في شاشة الكمبيوتر، ويكون مكتوب عليه تحت الهادم. ونخش على آخر حلقة في برنامج عالم جامبل المدهش، الموسم السادس الحلقة 44 وال240 إجمالي الحلقات The Inquisition. تبدأ الحلقة إن المدير براون يكون بيحاول يشوف المدرسة عاملة إزاي، من ناحية المكتبة ويلاقيها قديمة ومش حديثة، ومن ناحية مطعم المدرسة وما يكونش فيه أي أنواع الخضار، ومن ناحية المدرسين ويطلع واحد كان شغال في السجن زمان. وكل ده يخلي المدير براون ينهار عشان المدرسة كلها ما فيهاش حاجة حلوة، وعشان المفتش العام للمدارس جاي. وبعدين يجي المشهد على الشخصية واقفة قدام جميع الطلاب والمدرسين، ويكون على هيئة لايف أكشن، ويكون شكله شبه شكل الشخصية الغامضة اللي ظهرت في آخر حلقة ذا فيوتشر، ويكون أصلع وعجوز شبه نفس الشخصية اللي شفناها، ويبدأ يكلمهم بلهجة شريرة، ويبدأ يعطيهم خطبة على إن هو العلاج والمدرسة دي المرض، وإن هيبدأ يعدل كل حاجة فيها، وكمان إن هو هيزيل شكلهم الكرتوني وتصرفاتهم الكرتونية. وفعلا يبدأ يعمل كده على كذا مرحلة. أول مرحلة هي تغيير تصرفاتهم ويخليهم يتصرفوا زي البشر من غير قدرات خارقة. والمرحلة التانية إن المفتش يحول الشخصية الكرتونية إلى شخصية بشرية لكن مرسومة. والمرحلة الأخيرة والتالتة هي تحويل الشخصية المرسومة إلى شخصية واقعية بشرية لايف أكشن شبهه بالظبط. ويكون المفتش حول كل الطلاب فعلا، لكن يكون جه الدور على جامبل وداروين لكن يهربوا. يقرروا إن هما لازم يرجعوا أصحابهم لأشكالهم الطبيعية، وتكون الطريقة إن هما يبدأوا يفكروهم بالماضي بتاعهم وحاجات تخصهم هما لحد ما يقدروا يرجعوا كل الناس. ويفضل المفتش ويحاول يهرب، لكن يوقفوا بنانا جو ويقع على الأرض، ويتغير شكل وشه كأن وشه تشوه، ويمسك جامبل وشه ويشيل القناع، ويطلع اللي تحت القناع روب، ويبدأ يقول لهم إن هما عندهم حلين. لكن قبل ما نكمل لازم نقول لكم تفصيلة صغيرة. فاكرين في حلقة ذا فيوتشر لما بنانا باربرا رسمت لروب ديل؟ يظهر في اللقطة دي إن روب فعلا عنده ديل. ده يبين قد إيه اهتمام المؤلف المخرج على التفاصيل. وروب يقول لهم إن هما عندهم حلين. الحل الأول إن هما يفضلوا في إلمور، وفي احتمال إن هما يختفوا. والحل التاني إن هما يسمعوا كلامه عشان ينقذ حياتهم. كان لسه هيقول السبب إن هو كان عايز يغير أشكالهم، لكن تينا اللي هي تي ريكس تفضل تضربه بديلها ضربات قوية لحد ما يغمى عليه، ويجي الليل ويكون مشى كل اللي في المدرسة ما عدا روب، ويصحى يقول إن هو التحول كان الحل الوحيد للهروب للعالم الآخر، لأن هذا العالم سوف ما يلحقش يكمل كلامه، وتبدأ الأرض اللي تحته تتكسر ويقع في الفراغ، وتكون آخر كلماته لقد بدأ الأمر، وتخلص الحلقة ويخلص معاها عالم جمبل مدهش. انت ممكن تسأل دلوقتي شوية أسئلة زي ايه هو العالم الآخر، وليه روب كان عايز يحول كل الشخصيات إلى شخصيات واقعية بشرية، وليه بنانا باربرا رسمت عيلة واترسون في الفراغ، وليه لما روب قال لباربرا على رسم المستقبل رسمت باربرا الفراغ، وليه روب كان عمال يعمل حاجات غريبة في الحلقات اللي فاتت. هنجاوب على كل اللي فات دلوقتي. نلاحظ ان آخر كلام لروب كان بيقول التحول هو الحل الوحيد للهروب للعالم الآخر. يبقى هو كان عارف ان العالم كله هيبقى في الفراغ. يبقى كده فهمنا ليه باربرا كانت بترسم الفراغ لما روب كان بيقول لها ارسمي المستقبل، وبرضو نكون فهمنا ليه رسمت عائلة واترسون في الفراغ. من كل حاجة هتبقى في الفراغ يبقى عائلة واترسون أكيد هتبقى في الفراغ، ومن كل حاجة هتبقى في الفراغ يبقى ده معناه إن برنامج عالم جامبل المدهش هيخلص ويروح للفراغ. ولما قالت باربرا مفيش مستقبل يبقى ده منطقي، عشان لو كل حاجة هتبقى في الفراغ يبقى مفيش مستقبل. ونكون عرفنا ليه كان روب عايز يعرف المستقبل عشان يشوف المشكلة عبارة عن ايه ويلاقي حل ليها. وفعلا يبقى لما كان روب بيحاول يعمل برنامج جديد كان منطقي، عشان هو كان عارف ان البرنامج عالم جامبل المدهش
هيخلص. فكان بيحاول يعمل برنامج تاني بس من غير ما يرسل كل شخصيات البرنامج إلى الفراغ. ولما معرفش حاول إن هو يحول كل الشخصيات إلى شخصيات بشرية عشان يقدر يرسلهم للعالم الآخر اللي هو عالم البشر العادي وينقذهم من الهلاك. ولما يختفي عالم جامبو المدهش يبقى الشخصيات لسه موجودة زي ما هي بس في عالم تاني. بس هو ملحقش يعني كده، وده نوعا ما يبين ان روب مش شخص شرير وان هو كان عايز يساعد كل الناس. المشكلة بقى ان في كمية اسئلة غامضة وملهاش حل. الحل الوحيد هي بعض النظريات. ففعلا النهاية غير مرضية تماما. فكان المفروض يبقى في فيلم لعالم جامبو المدهش عشان يستكمل احداث القصة. لكن المشكلة ان الاعلان عن اصدار الفيلم كان من سنة 2021 يعني قبل 3 سنين. وبسبب التأخير في عرض الفيلم بسبب بعض المشاكل في منصات العرض ولحد دلوقتي منعرفش هينزل امتى او على منصة ايه. لكن تم الاعلان عن الموسم السابع لعالم جامبو المدهش وهينزل في 2025 او 2026. وده ابعد مما كنا نتوقع، لكن على الاقل المفروض الفيلم ينزل قريب. لكن مش مهم كل ده، المهم الوقت الحلو اللي قضيناه مع عالم جامبو المدهش. ولما تيجي تتفرج عليه دلوقتي دايما بياخدك في رحلة لطفولتك اللي كانت الأيام فيها مليانة بالضحك واللحظات العفوية. كل مرة نشوف فيها مغامرات جامبل وداروين ترجع بينا الذكريات إلى الأوقات اللي كنا بنضحك فيها على أبسط الأشياء ونصدق إن كل شيء ممكن. كم مرة شفت نفسك في تصرفات جامبل الطائشة أو في براءة داروين أو حتى في مواقف أنانيس الحكيمة. اللحظات دي اللي كنا نجتمع فيها مع اخواتنا وصحابنا حول الشاشة عشان بس نعيش تفاصيل صغيرة ونستمتع بسذاجتها وذكائها من غير ما نعرف إن هذا المسلسل بيزرع في قلوبنا دروسا عن الصداقة والحب وتقدير العائلة وتقبل الاختلاف. لكن قبل ما نقفل الفيديو في حاجة هنعملها في كل فيديو هنتكلم فيه عن كرتون. هتبقى عبارة عن تقييم الكرتون من حيث القصة والفرجة العامة. طبعا ده كرتون مش محتاج تقييم أصلا، ده يصنف من أعظم الكرتونات في التاريخ. لكن أنا هقيمه من وجهة نظري. وأول حاجة القصة بالنسبة لي أحسن حاجة فيها هي تجهيز شخصية روب. حرفيا في كمية تفاصيل مش هتاخد بالك منها أصلا، فده لوحده ممكن ياخد 8.5 من 10. لكن القصة كانت كويسة وممتعة في نفس الوقت. لكن المشكلة إن في حاجات غير معروفة ولسه ما تعملهاش ولا موسم جديد ولا فيلم. والحوار ده بقاله كتير، فمنطقي التشويق قل عن الأول بكتير. فده يخلي القصة تاخد 7 من 10. لكن الفرجة العامة للكرتون فهي فعلا رائعة ودايما مضحكة. مع ان الكرتون اكبر من ان يتقيم، لكن ده هتبقى عادة في كل الفيديوهات فلازم نعملها. فممكن ياخد 8 من 10. وكده نكون خلصنا اول كرتون في سلسلة القصة كاملة. وانتظروا الفيديو الجاي. سلام.